حكايتنا النهاردة عن بنت كيوت وعسولة مرات أبوها كانت بتخطط تخلص منها، لكن البنت دي قدرت تنقذ نفسها وقررت تبدأ حياة جديدة. بس في وسط الرحلة بتقع في فخ إدمان من نوع خاص، وكل ما تحاول تبعد الدنيا بتسحبها. القصة بتبدأ بكلير ست الحسن والجمال، بنشوفها الصبح بدري بتمارس رياضة الجري، وبعد ما خلصت راحت تاخد دش. وخلال الدش بنلاحظ ان كلير جمالها بسيط لكن امكانياتها فتاكة. بعد الدش راحت الفندق وقابلت مرات ابوها مدام مود، والفندق ده اصلا كان بتاع ابو كلير اللي مات من سنين، وامها كمان ماتت في حادثة. ودلوقتي مدام مود هي اللي مسيطرة على الفندق، وكلير شايلها فوق راسها وبتسمع كلامها بالحرف. مود بتبصلها بنظرة فيها سهنة وحب مزيف، وبتقول لها انت زي بنتي بالظبط، لسه صغيرة وأمورة، عيشي حياتك وانبسطي. بعدها بنشوف كلير وهي شغالة في الفندق، وفي الوقت ده بيوصل راجل اسمه برنارد، وده يبقى صاحب مدام مود. برنارد أول ما شاف كلير عينه زغللت، وهو بدأ يبصلها بإعجاب مكشوف وبيسألها عن أحوالها، وهو بيقرب منها جامد وبيقول لها عايزة أتكلم معاكي في موضوع مهم. ووقتها بنعرف إن مدام مود كانت مراقبة المشهد كله من فوق. الغيرة كانت واكلة قلبها وبتشعل نارها. خليكم فاكرين المشهد ده كويس عشان ده اللي هيقلب الترابيزة كلها. تاني يوم الصبح كلير خرجت تجري، لكن المرة دي ظهر لها شخص شرير، خطفها وحبسها في شنطة العربية وطار بيها على طريق جبلي في وسط الغابة، وواضح إنها ست. بعدها بتسوق كلير العربية بسرعة، لكن فجأة حيوان بيطلع قدامها والعربية بتلبس في شجر. هنا كلير بتستغل الفرصة وبتهرب في الغابة وهي مرعوبة، لكن الخطفة بتحصلها وبترفع المسدس عليها وبتقول لها جملة غريبة: انت جميلة قوي ودي غلطتك. وفجأة صوت رصاصة بيضرب والدنيا بتسود. كلير بتفتح عينيها وتلاقي نفسها في أوضة غريبة، والمفاجأة إنها صاحية ملط من غير ولا قطعة هدوم. في اللحظة دي بيدخل عليها شاب اسمه ريتشارد وبيبقى معاه شوية أكل. كلير بتسأله بخوف: هدومي فين؟ ريتشارد بيرد ببرود: هدومك كانت مبلولة وقلعتك علشان ما تموتيش من البرد يا حبيبتي. كلير بتسأله عن الست وهو بيقول لها انه قتلها علشان ينقذها منها، ودلوقتي هو في مصيبة بسببها. ريتشارد بيسألها عن سبب القتل، بس كلير بتبقى تايهة. بيديها قميص تلبسه وبيخرج. بتنزل تحاول تكلم مرات أبوها، بس بيظهر لها راجل تاني اسمه فينسنت بينهج وبيدور على بخاخة الرب. وأول ما بيشوف كلير بيسكت وبيبدأ يتأمل جمالها الفاتن اللي ملوش حل. بعد ما كلير بتساعد فينسنت بقى بيدخل عليها شاب تالت ويسألها انت مين. كلير بتتصدم لأنها لسه شايفة ريتشارد، بس بتكتشف إن ليه أخ توأم نسخة منه اسمه فرانسيس. ريتشارد بيدخل وبيزعق في كلير وبيقول لها لازم تغوري من هنا لأن حياته في خطر بسببها. كلير بشوية دموع بتتوصل وبتطلب تقعد كام يوم، ولما ريتشارد بيصمم يطردها بتضربه بالقلم. وفجأة وبدون مقدمات بتهجم عليه وبتبوسه بوسة نار. كلير عايزة تثبت رجلها في البيت ده بأي تمن، وشايفة ان دي الطريقة اللي هتسيطر بيها عليه. تاني يوم بقى كلير بتروح مع فينسنت للدكتور سام علشان الكلب. الدكتور عينه بتبقى زايغة على كلير وبيسألها لو كانت عايشة مع التوأم. وهم راجعين بيقابلوا صاحب مكتبة اسمه تشارلز وقسيس الكنيسة، وتشارلز بيفضل يتغزل في جمال كلير الصاروخ. بعدها كلير وفينسنت بيقعدوا يحكوا، وبنعرف انها كانت بتعشق الكمان بس امها منعتها، ودلوقتي هي عايزة الحرية. فينسنت بيفاجئها بهدية كمان، وفي اللحظة دي بيوصل ريتشارد وبيتجنن، وده لما بيعرف انها خرجت والكل شافها. كلير بتتضايق وبتطلع اوضتها، وبعدها بتروح لريتشارد وهو بيقطع خشب وبتسأله انت عايزني امشي صح؟
ريتشارد بيبص لها بنظرة كلها رغبة، وفجأة بيهجم عليها وبيبوسها بكل غل، والاتنين بيفقدوا السيطرة تماما في لحظة زلزال وبركان بينفجر بينهم. تاني يوم الدكتور سام بيجي البيت وبيبدأ يتحرش بكلير بالكلام ويعكسها بجراءة. وبالليل كلير ما بتبقاش عارفة تنام، بتروح تقعد جنب ريتشارد وهو بيتفرج على التلفزيون. كلير لسه سخنة من اللي حصل وبتحاول تغريه وبتشده ليها بكل أنوثتها، وفجأة بتكتشف مصيبة سودة. اللي قدامها ده مش ريتشارد، ده أخو التوأم فرانسيس. البنت بتتصدم وبتسأله انت ليه ما قلتليش انك فرانسيس؟ بيرد عليها وهو بيتمسكن ما قدرتش اقاوم جمالك، كل حاجة حصلت في ثانية، بلاش تقولي بقى لاخويا. البنت بتلاقي نفسها في ورطة مع 2 توأم، واللعبة بتبدأ توسخ وتدخل في مناطق خطر. تاني يوم الصبح كلير بتخرج تجري علشان تصفي دماغها، وبيطلع لها القسيس اللي شافته في المكتبة وبيقول لها تعالي الكنيسة هتستريحي هناك القسيس بيبدأ يجرجرها في الكلام ويقول لها ان الاعتراف بيريح القلب. كلير بتسكت شوية كده وبتقول له انا قضيت ليلة مع اخين توأم وعايزة ابعد، هل ده حرام؟ بيرد عليها بكلمتين يهدوا النار، وبيقول لها ربنا يسامح لو التوبة بجد، طول ما قلبك نضيف تقدري تختاري صح. كلير بتقرر تبدأ نضيف، بتروح مطعم وبتطلب شغل وبتشتغل فعلا. بتحاول تكلم مرات أبوها موت بس الخط بيقطع. البنت فاكرة إن الشبكة وحشة بس الحقيقة ألعن من كده بكتير. علشان نفهم بقى بنرجع بالزمن لأيام برنارد كان عايز يقول لكلير حاجة مهمة بس مود كانت مراقباهم زي الغراب. بعدها برنارد بيقابل مود اللي بتبصله بشك وبتقوله علاقتنا بقت زي الزفت، لازم ناخد بريك. وطبعا برنارد بيوافق وهو مرتاح نفسيا، وهو بيكلم كلير في التليفون وبيعترف لها هو بيرتاش انه معجب بيها وانه حاول لكن مش قادر يشيلها من دماغه. المصيبة ان مود كانت واقفة ورا الباب وسامعة كل كلمة بالحرف. الغيرة بتاكل قلبها بقى وهو بتقرر تخلص من كلير فورا. مود بتروح لموريل بتاعت العمليات القذرة وبتديها بيانات كلير وتقول لها اقتليها، وهي دي اللي خطفت كلير في الغابة. بنرجع بقى للوقت الحالي، مود قاعدة مع برناردو وبتمثل انها قلقانة على كلير، وفجأة كلير بتتصل بس الحرباية بتكنسل عليها في ساعتها. مود شايفة ان جمال كلير هو اللي خرب بيتها وعشان كده ناوية تمحيها من الكوكب. المطعم اللي كلير اشتغلت فيه بيبقى هو الساحة اللي بتصطاد فيها الرجالة، بتتعرف على الكل وبتبقى هي النمرة الأولى. وفي يوم من الأيام شارلز صاحب المكتبة بيجي ومعاه ابنه كليمنت مدرب الكاراتيه وبيعرفه على كلير، وفي نفس الوقت الدكتور سام قاعد وعينه مش مفارقة كلير، بيضحك لها وبيقول لها بجراءة أنا حلمت بيكي وبيننا ليلة ما حصلتش. الدكتور وقع في الفخ وعايز يثبتها بالكلام وبيعزمها على سهرة كمان في كباريه، وكلير بتوافق وهي بتضحك. في الكباريه بقى كلير وسام عايشين اللحظة وبيرقصوا، وفجأة بيطلع واحد رخم وعايز ياخد كلير بالعافية. سام دمه بيغلي وبيزقه وبيقوله ابعد عنها يا روح امك. الرخم بيتعصب وكان هيضرب سام بس كلمنت بيظهر فجأة وبيروق عليه بمهارات الكاراتيه. بعدها بينفض ايده وبيمشي، جدعنة ولاد بلد بجد. بعد السهرة سام بيروح كلير بعربيته. في الطريق كلير بتبصله بدلع وبتقوله انت راجل قوي يا سام ووقفت علشان النهارده. سام أول ما بيسمع الكلمتين دول بيفرمل فجأة في نص الغابة. كلير بتبدأ تشغل أنوثتها وتجرجره لسكتها، والبنت خلاص بقت مدمنة عواطف. سام ما بيقدرش يمسك نفسه وبيستسلم للرغبة، والعربية بتبدأ تتهز بيهم من كتر الزلزال اللي بيحصل جواها. أصواتهم بتبقى مسمعة في الغابة لدرجة إن الوحوش بتتلم تتفرج على العرض الساخن ده. تاني يوم مود الحرباية بتظهر قدام المطعم
وهي عرفت إن كلير لسه عايشة فقررت تخلص الليلة بنفسها. بتقابل تشارلز وبتسأله على مكان تقعد فيه، بيدلها هنا على الكنيسة. مود بتروح وتقابل القسيس وتبدأ تمثل دور الأم الملهوفة، وبتقول بنتي ضاعت مني وجيت أدور عليها. ولما بيسألها عن اسمها بقى بتقوله كلير، والقسيس بيرد عليها أنا غالبا عارفها وهساعدك. وكده الحرباية بتقرب قوي من رقبة كلير. تاني يوم الصبح كلير بتجري كالعادة وكليمنت بيجري جنبها، وبعد شوية كليمنت فجأة بيقف وبيبص لكلير نظرة كلها رغبة، وبيقول لها أنا عيني منك من أول ما شفتك ومش قادر أشيلك من دماغي. كلير كالعادة ما بتفوتش فرصة، بتضحك له بدلع وبتسحبه لعالمها، وبيبدأوا هما الاتنين ماتش سخن وسط الشجر. أصواتهم بتملى المكان لدرجة إن العصافير بتطفش من كتر الزلزال اللي بيحصل بعد السهرة دي. كلير بتروح المطعم وفجأة بتلاقي قدامها مود مرات أبوها الحرباية. كلير بتتصدم وجسمها بينتفض، بس مود بتبدأ تمثل دور الأم الحنينة وبتاخدها بالحضن وبتقول لها وحشتيني يا بنتي، كنت بموت من غيرك. كلير من كتر الخوف والضغط شيطانها بيوزها تاني وتروح تضرب حقنة بودرة علشان تنسى كل ده، بس المرة دي الجرعة بتبقى تقيلة وبتقع من طولها غرقانة في نومة سودا. تاني يوم مود بتروح الكنيسة وبتقابل القسيس وبتبدأ تفرش الملاية وتقوله بنت كلير دي مش تمام وماشية مع رجالة كتير وخايفة عليها. القسيس بيتصدم، وده لما بيعرف إنها كانت مع ابنه كليمنتو مع الدكتور سام وما كانش فاكر إنها بالوساخة دي. مود بتكمل تمثيلها أرجوك ساعدني أرجعها الطريق الصح، بس هي في الحقيقة بترسم علشان تكسر عين كلير قدام الكل. اللعب بيكبر والمواجهة يا صديقي بتصبح على المكشوف، والسام وكليمنت والتوأم ريتشارد وفرانسيس كلهم بيتجمعوا. كل واحد فيهم فاكر انه الوحيد اللي فاز بقلب كلير او بجسمها بمعنى اصح، والحقيقة المرة دي بتظهر قدامهم كلهم وبيكتشفوا ان كلير كانت بتلعب بيهم كلهم في وقت واحد. والغيرة بتشعل المكان والكل بيبدأ يضرب في اللي جنبه. وفي وسط المعمعة دي مود الحرباية كانت واقفة بعيد وبتتفرج ببرود، وبتكون شايفة ان خطتها نجحت والبنت اتفضحت قدام الكل. أما كلير فبتلاقي نفسها محاصرة، والرجالة اللي كانوا بيموتوا فيها بقوا بيبصولها باحتقار، والبنت من كتر الوجع والكسرة بتقرر تنهي الليلة دي بطريقتها. بتروح لآخر مكان كانت سعيدة فيه، بترمي نفسها في حضن السم اللي بيهربها من الواقع، وبتضرب جرعة أخيرة بتبقى هي تذكرة الذهاب بلا عودة. وبكده يكون خلص فيلمنا. أشوفكم على خير بقى، سلام.